في الحياة كمان الاجتماعية، لأنه هيتنقل لمنزل الأصدقاء ومنزل المشروعات، وبالتالي الناس اللي عايزة تعمل مشاريع أو عندها مشاريع مش ماشية هيبدأ يبقى عندهم تنمية لمشاريعهم. وفي العلاقات الاجتماعية بقى تبقى في دعم من أصحاب يلاقوا يعني يعرفوا يعملوا صداقات، ويلاقوا صداقات مفيدة ويلاقوا أصحاب مخلصين بيقفوا جنبهم. طب ده حلو، دي حاجة لطيفة جدا. والحظ بقى يزيد أكتر وأكتر، يعني مش ده بس اللي هيدعم. في النص التاني من السنة، يعني تحديدا من أول 26/5 أو 26 مايو يعني، هيكون اللي هيتنقل بقى الوضع برضو داعم بالنسبة لهم جدا، هيبقى المشتري كوكب الحظ هيتنقل لمنزل العلاقات. فهيبدأ يدي لمواليد الحمل يعني توسع في العلاقات، ودي هتفتح لهم فرص كويسة. فلو عايزين بقى يعملوا انترفيوز في شغل كمان هيبقى عندهم بلاغة في التعبير عن نفسهم وعن آرائهم، ويعرفوا يبرزوا مواهبهم. ده بعد 26/5. تمام. ففي النص التاني تتفتح لهم بقى فرص أكتر وأكتر، يعني هيكون في علاقات أحسن. تمام. ويعرفوا يقووا علاقاتهم ويوسعوا دايرة معارفهم، كل ده هيساعدهم. تمام. ده احنا كده اتكلمنا الحمل، الحظ في الشغل، ويعني وفي حاجات كتيرة. وفي الحياة العاطفية على فكرة. بالظبط بقى، يعني حد عايز يتجوز، حد عايز يرتبط، ايه الأخبار؟ طيب اللي مش مرتبطين عندهم بقى من أول 21 يناير فرص إنه تتحول عندهم علاقة صداقة لعلاقة حب. طيب حلو. خلوا يعني بالكم بقى، بلوتو بقى رايح منزل الأصدقاء، فهيعمل لهم انقلاب في الأصحاب. فيعني ممكن قوي العلاقات لو في علاقة صداقة ممكن تتحول لحب. طب ده لذيذ. يركزوا أيوة. مع أصحابهم. الكلام ده ينطبق على الرجالة وعلى الستات؟ بالظبط، على الرجالة والستات. خلاص كده الحمل، نروح لحاجة تاني. هقول لهم بس نصيحة واحدة. أيوة قولي. السرية والكتمان، لأنه بصراحة طول السنة هي دي الحاجة السلبية الوحيدة، انه ياخدوا بالهم من يحموا نفسهم من الحسد، يعني يعملوا كل حاجة في سرية وكتمان وما يعلنوش خططهم.